أعظم معلم كونغ فو في التاريخ، وبروسلي كان بيتمرن عنده وهو صغير. حارب ظلم الاحتلال الياباني، وبيقرر بعد معاناة كبيرة إنه يفتح مدرسة لتعليم فنون القتال. كان بيحب أسرته جدا سواء زوجته أو ولاده، ولما مدرسة ابنه اتعرضت للهجوم الأجنبي وقف قصادهم وحاربهم وأنقذ المدرسة. زوجته بتتصاب بالسرطان وبيزعل عليها جدا، ولكن للأسف هو كمان بيتصاب بنفس المرض بسبب التدخين. ابنه كان نفسه يتعلم فنون القتال، ولكن اي بي مان كان خايف على ابنه جدا، فبيحاول يسفره أمريكا علشان يعلمه تعليم كويس. ولكن برغم مرضه بيحارب الاضطهاد والعنصرية هناك علشان يحافظ على كرامة أسرته ووطنه. يلا بينا نحكي ملخص قصة حياة معلم الكونغ فو اي بي مان. بتبدأ قصة النهاردة في مدينة فوشان، أشهر مدينة لتعليم الكونغ فو في الصين، وفيها مدارس كتير جدا لتعليم الدفاع عن النفس، ولكل مدرسة معلم. وفي يوم بيروح المعلم ليو عند المعلم اي بي مان وبيقول له عاوز اتحداك في قتال ودي. بيرفض وقتها وبيقول له مشغول جدا، فبيقول له استناك لما تخلص. وبعد ما بيخلصوا اكل بيبدأ القتال بينهم، وبنشوف مهارات المعلم اي بي مان العالية جدا في القتال، لدرجة ان المعلم ليو ما بيقدرش يصد ولا ضربة منه. وفي الوقت ده بيكون يوان بيتفرج عليهم من غير ما ياخدوا بالهم، وبيقدر المعلم اي بي مان انه يهزم المعلم ليو ويخلص عليه بسرعة جدا. بيروح يوان وبيقول لكل الناس اللي في المدينة ان المعلم اي بي مان هزم المعلم ليو. وفي الوقت ده بيعرف المعلم ليو وبيغضب جدا، وبيروح يتخانق معاه ويقول له انت كذاب. وبيروح السيد شوان عند المعلم اي بي مان وبيقول له عاوزك تشاركني على مصنع قطن، فبيقول له انه ما يفهمش فيه وبيديله كل الفلوس اللي هو محتاجها علشان يفتح المصنع. وبيروح واحد عند المعلم اي بي مان البيت وبيخليه يدربه. وقتها مراته بتتضايق جدا لانه بيتجاهل ابنه، وبتقول له انه لازم يقضي وقت اكتر من كده معاه ويهتم بيه. وفي يوم بيروح مقاتل قوي جدا اسمه جين مدينة فوشان وبيتحدى كل معلمين الكونغ فو، وبيتحدى اول واحد فيهم وبنشوف قوته الخارقة جدا وهو بيدمره وبيهزمه بكل سهولة. وبعدها بيتحدى باقي المعلمين وبيضربهم كلهم، وبيكون زي الوحش المفترس مفيش حد فيهم قادر عليه او قادر يوقفه، وبيخلص عليهم كلهم. ما بيكونش قدامه غير المعلم اي بي مان علشان يتحداه، وبياخد الناس وبيروح البيت عنده وبيقول له عاوز اتحداك. في الاول بيرفض اي بي مان، ولكن لما بيهينه ويستقل بيه ويهين مراته قدامه بيضطر انه يقتله، وبيبدأ بينهم القتال وبيكون عنيف جدا. والمعلم اي بي مان بيعلمه الادب وبيديه درس عمره ما ينساه، وبيخلص عليه بكل سهولة وبيهينه قدام كل الناس وبيخليه يسيب المدينة ويمشي. وبتعدي ايام كتيرة واليابان بتحتل الصين، وبتحصل مجاعة كبيرة جدا في كل الصين، وبيت اي بي مان بيحتلوه اليابانيين. ما بيكونش فيه اكل في بيت اي بي مان، وبياخد الساعة بتاعته وبيروح يرهنها ويجيب بيها رز. وهو راجع بيقابله صديقه شوان وبياخدوا المصنع بتاعه، وبيقول له انت ساعدتني علشان افتح المصنع وانت مين دلوقتي؟ شريكي. ولكن المعلم بيرفض لانه بيعتبر الموضوع اهانة ليه وبيسيبه ويمشي. وفي يوم ومراته بتمرض وبيبدأ يهتم بيها ويعالجها ويأكلها بنفسه، وبيقول لها انه هينزل يدور على شغل علشان يقدر يوفر اكل. وفي يوم بينزل الشارع وبيلاقي عربية كبيرة بتلم الناس علشان يروحوا يشتغلوا في منجم فحم، وبيروح منجم الفحم وبيشوف هناك لين. ولما بيسأله عن اخوه بيقول له من يوم الخناقة وانا ما اعرفش عنه حاجة. وهناك بيروح المفتش ليه وبيقول لهم العقيد ساعته وعاوز مقاتلين صينيين علشان يتحدوا مقاتلين يابانيين، واللي هيكسب هياخد كيس رز. بيوافق لين وبيروح معاه. اللواء ميورا بيقول لهم انه عاوز يتحدى الصينيين ويدخل معاهم في قتال، وبيتحدى 3 مقاتلين منهم لين. وفي بداية القتال المصارعين اللي مع لين بينسحبوا، لكن هو بيرفض وبيكمل قتال، وللأسف ميورا بيقتله وبيخلص عليه. تاني يوم المعلم اي بي مان بيسأل المفتش ليه عن لين، فبيقول له ما يعرفش عنه حاجة، وساعتها بيقلق جدا وعلشان كده بيروح معاه علشان يدور على لين. وهناك بيشوف المعلم ليو بيتحدى 3 مقاتلين يابانيين، وبيكون القتال شرس جدا وما بيقدرش عليهم وبيعلن استسلامه. وقبل ما يمشي العقيد ساتو بيقتله، بس ميورا بيحذره بيقول له هنا ما تستخدمش السلاح تاني والا هقتلك. وبيعرف المعلم اي بي مان من لي ان لين مات، وعلشان كده بيدخل وبيتحدى 10 مقاتلين، وميورا بيتفاجئ جدا وبنشوف مهارته وقوته في القتال، وبيقدر يدمر ال10 مقاتلين
ويخلص عليهم. وبيعجب بيه ميورا وبيقول له انا عاوزك تيجي تاني، لكن بيرفض وبيتجاهله ويمشي. ولما بيروح مراته بتعالجه وبتطيب كل الجروح اللي في ايده. في خلال الايام دي جين بيكون عصابه وبيهجم على مصنع السيد شوان وبيقول له عاوز كل الفلوس اللي معاك، وبيضربوه هو وابنه وبيقول له هسيبك وامشي وهرجع تاني تكون جهزت الفلوس. وبسرعه بيندهوا على المعلم ايبي مان علشان يجي وينقذهم. ولما بيوصل مش بيلاقي عصابه جين موجوده، وكل اللي في المصنع بيطلبوا منه يعلمهم الكونغ فو علشان يتحدوا العصابه لو رجعت تاني. وفعلا بيوافق انه يدربهم وبيبدا كل يوم يدرب العمال في وقت الراحه. وبيطلب ميورا من لين انه يطلب من ايبي مان يروح ويقابله، وبيبلغوا لين لكن المعلم ايبي مان بيرفض. وفجاه بيهجم عليه ساتو وكم واحد من اللي معاه، فبيمسكهم المعلم وبيضربهم ويخلص عليهم لانهم كانوا هيعتدوا على مراته. وبيضطروا ان هم يسيبوا البيت ويروح يستخبوا من الجيش الياباني. ولما بيرجع لين لليابانيين بيمسكوه ويضربوه وبيقولوا له لازم تجيب ايبي مان لحد هنا والا هنقتلك. وبيرجع جين وعصابته المصنع تاني، لكن بنتفاجئ ان العمال بيتحدوهم وبيدور قتال عنيف جدا بينهم. وبيوصل المعلم ايبي مان ويقاتل معاهم وبيقدر يخلص على كل العصابه ويدمرهم ويطردهم. وبتضطر العصابه انها تهرب من المكان بسرعه. وبيقابل يوان اخو لين وبيقول له اخوك كان بيدور عليك، وبيديه العلبه اللي سابها له. واول ما بيفتحها بيلاقي الطياره الورق بتاعته وبيفضل يبكي لانه عارف ان اخوه مات. الجيش الياباني بيعرفوا مكان المعلم ايبي مان وبيمسكوه ويضربوه. وميورا بيقول له انه عاوز يدرب جنود الجيش الياباني الكونغ فو الصيني، لكن المعلم ايبي مان بيرفض وبيقول له لو عايز تشوفني وانا بقاتل يبقى اتحداني في قتال واعرفك يعني ايه كونغ فو صيني. وعلشان كده بيقبضوا عليه وبياخدوه معاهم. بيروح له ميورا وبيقول له انا موافق على القتال بينا، وبيحددوا ميعاد التحدي. وفي نفس الوقت بيكون السيد شوان خد مراته وابنه وماشيين بعيد عن المدينه، لكن مراته بتبكي وبتترجاه انه يرجعها علشان تشجعه وتقف جنبه في اخر قتال في حياته. وبيجي يوم القتال بين المعلم ايبي مان وميورا، لكن قبلها العقيد ساتو بيهدد المعلم ايبي مان وبيقول له لو كسبت القتال هقتلك. بس ايبي مان مش بيخاف وبيستهزأ بكلامه. وبيبدأ القتال بينهم وبنشوف قوة ميورا وشراسته. وبيضرب ايبي مان ضربات قوية جدا، لكن ايبي مان بيكون اقوى وبيسدد له لكمات وضربات قوية جدا وبيوقعه على الارض اكتر من مرة مش بيرحمه. وبيفضل يسدد له ضربات ولكمات سريعة ما بيرحمهوش وبيخلص عليه بالضربة القاضية وبيهزمه. في الوقت ده العقيد ساتو بيطلع مسدس ويضربه رصاصة في ظهره وبتحصل فوضى في المكان، والشعب بيهجم على الجنود اليابانيين وبيخلص عليهم. والمعلم ايبي مان بيقع على الارض وبياخدوه بسرعة وينقذوا حياته. وهنا بينتهي الجزء الاول من فيلمنا. بيبدأ الجزء الثاني وبيكون الاحتلال الياباني خرج من الصين وبترجع الحياة مرة تانية، وبنشوف المعلم ايبي مان بيتدرب في البيت. وبعدها بيروح يأجر سطح مبنى كبير جدا علشان يعمل فيه مدرسة لتعليم الكونغ فو واسلوب وينج تشون. وبتمر ايام كتيرة جدا ومفيش ولا واحد بينضم للمدرسة بتاعته، وبيعدي بايام صعبة جدا ما بيكونش معاه اي فلوس حتى يدفع ايجار البيت اللي قاعد فيه. ولكن اخيرا بينضم اول تلميذ عنده وبيكون اسمه ليانج. وبيبدأ المعلم ايبي مان يكلمه عن اسلوبه وينج تشون، فبيقول له ما تكلمنيش عنه ولكن عاوز اعرفه. وبيبدأ قتال بسيط بينهم، وبيبدأ المعلم ايبي مان يعرفه قوة اسلوبه الجديد، فبيخرج بسرعة ويسيب المكان. وبعدها بيرجع ومعاه 3 تانيين من صحابه، وعلشان يختبروا اسلوبه بيبدأوا في قتال معاه وبيمسكهم وبيضربهم كلهم وبيخلص عليهم في ثواني قليلة. وساعتها بيترجوه ان هو يقبلهم تلاميذ عنده في المدرسة. وكل يوم عدد التلاميذ عنده في المدرسة بيزيد وبيحبوا اسلوبه الوينج تشون، وبياخد منهم الاشتراكات، واللي ما بيقدرش يدفع ما بيرضاش ياخد منه. وبيقابل كوان ابن صديقه القديم وبيطلب منه يشوف له شغل، وفعلا بياخده عند تشينج علشان يشغله معاه في المجلة. وفي يوم ليانج بيلزق اعلانات لمدرسة المعلم ايبي مان، وقتها بيقابله واحد من مدرسة المعلم هيونج وبيتحداه في قتال، وبيستخدم ليانج اسلوب وينج تشون وبيقدر يدمره ويخلص عليه هو وكل اللي معاه. وبعدها بيروحوا للمعلم ايبي مان تلاميذ المعلم هيونج وبيقولوا له خطفنا تلميذك ولو عايز تحرره تعالى لمصنع السمك وهات معاك فلوس. فبيروح بسرعة مصنع السمك، وهناك بيطلبوا منه يديهم فلوس علشان ياخد تلميذه، بس بيرفض. وساعتها بيدور قتال عنيف جدا بينهم وبيبدأ يضرب فيهم بكل قوته، وبيستمر القتال وقت طويل جدا. وبيقدر ايبي مان انه يخلص عليهم كلهم وينقذ تلميذه. ولكن فجأة بيجي المعلم هيونج وبيقول له لو عاوز تفتح مدرسة كونغ فو لازم تلتزم
بالشروط وتتحدى كل معلمين المدارس هنا، ولو قدرت تغلبهم هنسمح لك تعمل مدرسة. وبيقبل المعلم ايبي مان التحدي وبيروح عند كل المعلمين وبيكون مجهزين المكان للقتال، وبيبدأ اول قتال مع المعلم ليو وبيقدر انه يهزمه بكل سهولة وبسرعة جدا، وبيواجه باقي معلمين المدارس وبيقدر يهزمهم واحد ورا التاني، وفي النهاية بيقابل المعلم هيونج وده بيكون اقوى واحد فيهم، وبيستمر القتال بينهم فترة طويلة جدا مفيش حد فيهم بيقدر يغلب التاني. ساعتها بيقدر يثبت المعلم ايبي مان انه عنده القدرة يعمل مدرسة ويعلم الكونغ فو، ولكن المعلم هيونج بعدها بيقول له انه لازم يدفع اشتراك كل شهر للمدرسة بتاعته، ولكن المعلم ايبي مان بيرفض طبعا وبيقول له مش هدفع اي فلوس. وبينشر كوان خبر ان المعلم ايبي مان قدر يتغلب على معلمين مدارس الكونغ فو بسبب اسلوبه وينج تشون، وده بيخلي المعلم هيونج يغضب جدا وبيبعت تلاميذه يقطعوا كل اعلانات مدرسة المعلم ايبي مان، فبيشوفهم تلاميذ المعلم ايبي مان وهم بيقطعوا الاعلان وبيبدأ قتال عنيف قوي بينهم، وبيتحول المكان لساحة حرب وكل المكان بيتدمر وكل المحلات بتتكسر وبتحصل فوضى في المكان كله، وعلشان كده صاحب البيت اللي مأجر منه بيطردوا منه وبيبلغ كل تلاميذه ان هم هيوقفوا التدريب لحد ما يلاقوا مكان تاني. بيروح المعلم ايبي مان للمعلم هيونج وهو غضبان جدا وبيقول له مش هدفع اي فلوس مهما حاولت وهفتح مدرسة تاني حتى لو قفلت لي 100 مدرسة. فبيقول له الفلوس دي بياخدوها الاجانب علشان يحمونا، وقبل ما يسيبه ويمشي بيدور قتال بينهم علشان يثبت المعلم هيونج ان اسلوبه افضل من الوينج تشون، لكن بتنقذهم مراته واولاده لما بييجوا عنده وبيقولوا له ان هم مستنينه علشان ياخدهم ويفسحهم. وبيقابل ليانج بعدها اللي بيعتذر له لان بسببه اتقفلت المدرسة، بس المعلم ايبي مان بيقول له انه هيكون مقاتل قوي جدا لانه عنده حس قتالي عالي جدا، بس لازم يمسك اعصابه ويكون اهدى من كده. المعلم ايبي مان مش بييأس وبنشوفه بيدرب تلاميذه في الشارع، وفي الوقت ده بيروح له المعلم هيونج وبيديه تذكرة عرض قتال بين الصينيين والامريكيين، والمعلم هيونج بيقول للضابط الامريكي والاس اللي بيكون بيكره الصينيين جدا انه عاوز اجرة تنظيم استاد الملاكمة، فبيرفض وبيقول له مش هتاخد اي فلوس ولو طلبت اي فلوس تاني هقفل لك مصنع السمك. وبيبدأ عرض القتال وبنشوف ملاكم اجنبي قوي جدا اسمه تويستر بيروح يتحدى المقاتلين الصينيين ويضربهم كلهم وبيستهزأ بيهم، بيقول لهم الكونغ فو بتاعكم ضعيف جدا قدام الملاكمة الامريكية، وبيحصل قتال عنيف جدا وبتحصل فوضى كبيرة قوي في المكان، وعلشان استهزأ بالكونغ فو الصيني بيتحداه المعلم هيونج في قتال، وبيبدأ القتال بينهم. وفي البداية بيكون المعلم هيونج مسيطر على القتال وبيسدد ضربات قوية لتويستر، ولكن تويستر اقوى وبيفضل يسدد ضربات سريعة جدا وقوية للمعلم هيونج، وكل المعلمين بيطلبوا منه انه يستسلم وينهي القتال لكن بيرفض وبيصر انه يكمل، وفي النهاية تويستر بيقدر يسدد له الضربة القاضية وبيخلص عليه، وللأسف المعلم هيونج بيموت. وبتعدي ايام كتيرة وبنشوف تويستر عامل مؤتمر صحفي وبيستهزأ بكل الصينيين والكونغ فو بتاعهم وبيقول انه بيتحدى اي مقاتل صيني. في الوقت ده بيروح للمعلم ايبي مان وبيقول له انا اتحداك، وبيحددوا ميعاد قتال بينهم، ومن يومها بيستعد المعلم ايبي مان للقتال وبيبدأ يتدرب في كل وقت لحد ما يجي اليوم اللي هيقابل فيه تويستر واللي بيكون مستنيه كل الصينيين علشان يرد لهم كرامتهم وياخد بطار المعلم هيونج. وبيجي يوم القتال وبيقدموا المقاتلين والحكم بيقول لهم على القواعد اللي هيلتزموا بيها وقت القتال، وبيبدأ الماتش وكل واحد فيهم بيسدد ضربات قوية جدا وسريعة للتاني، وبيقدر تويستر انه يضرب المعلم ايبي مان ضربة قوية جدا ويرميه على الارض، ولكن مش بيستسلم وبيقوم ويكمل القتال، وبيقدر يرد الضربة بضربة اقوى منها وبيرمي تويستر على الارض بضربة قوية جدا. وبتعدي جولات كتير جدا والاتنين اقوياء وبيمتلكوا مهارات قوية جدا، بس المعلم ايبي مان بيكون اسرع في تسديد الضربات، بس فجأة تويستر بيضربه ضربة قوية جدا وبيوقعه على الارض وبيغمى عليه، ولكن بيفوق مرة تانية وبيبدأ القتال من جديد وبيفضل يسدد له ضربات سريعة جدا وفي اماكن حساسة ومركزة وبيقدر يشيل عضلاته، وفي النهاية بيقدر انه ينتقم منه بضربات قوية جدا ومؤلمة وبيخلص عليه ويكسب القتال. ولحد هنا بينتهي الجزء الثاني، وبيبدأ الجزء الثالث من فيلم ايبي مان وبيروح لبروسلي وبيقول له انا عاوز ابقى تلميذك لاني سريع جدا وعندي مهارة مش موجودة عند حد، فبيبدأ يختبر سرعته وبيرمي له سجاير في الهواء وبيقدر انه يكسرهم كلهم وبيقتنع انه فعلا قوي
قوي جدا وسريع. وبنشوف ابنه في المدرسة بيتخانق مع زميله، وبتيجي الميس بسرعة وتخلصهم من بعض وبتاخدهم وبتعالج لهم كل الجروح اللي في وشهم. وبيروح المعلم اي بي مان وبياخد الطفلين معاه ويمشي. ولما الطفل بيروح عنده البيت بيروح يتدرب كونغ فو، وبيشوفه اي بي مان وبيعجب بيه وبيقول له اتعلمت فين؟ فبيقول له ابويا علمني القتال. وبعدها ابوه بيجي علشان ياخده ويتعرفوا على بعض، وبيقول له انا اسمي تشونج. وبيخلوا الاطفال يتصالحوا مع بعض وبياخد ابنه ويمشي. وبنكتشف ان تشونج بيلعب قتال مراهنات وبيستخدم اسلوب وينج تشون وبيحطم المنافس اللي قدامه. بنروح لفرانك صاحب النادي وبيقول لسانج انه لازم يخلص له موضوع المدرسه بسرعه لانه محتاجها في اسرع وقت. وتاني يوم بيروح اي بي مان ياخد ابنه من المدرسه، وهو خارج بيشوف سانج وعصابته داخلين المدرسه وبيروحوا ويهجموا على المدير وبيديه عقد بيع المدرسه وعاوز يجبره يبيعها غصب عنه. المدير بيرفض فبيضربه ويحطمه كل حاجه. وفجاه بيجي اي بي مان وبيفضل يضرب في سانج والعصابه بتاعته وبيخلص عليهم وبيطلب لهم الشرطه. والعقيد بوب بيقول له ان الشرطه مش هتقدر تحمي المدرسه طول الوقت ومحتاجين مساعدته هو وتلاميذه علشان يحموها لان المجرمين اكيد هيرجعوا تاني. تاني يوم الصبح التلاميذ بيلاقوا المدرسه مقفوله بسلاسل، فبيجي المعلم اي بي مان وكل تلاميذه بيفتحوا المدرسه تاني وبيشيلوا السلاسل اللي عليها. بس سانج وعصابته مش بيسكتوا، وبالليل بيروح المدرسه ويولعوا فيها. وبيدخل المعلم اي بي مان وتلاميذه وبيكون القتال عنيف جدا بينهم. وفجاه بيجي تشونج وبينضم ليهم وبيفضل يضرب في العصابه وبيخلص عليهم واحد ورا التاني. وبنكتشف انه قوي جدا وبيقدروا ان هم يخلصوا على كل العصابه. المعلم اي بي مان بيشكر تشونج انه جه في الوقت المناسب وانقذهم قبل ما يحرقوا المدرسه كلها. المعلم تشين بيعرف بتصرفات سانج السيئه وبيروح هو والمعلم اي بي مان عنده وبيضربه، فبيغضب جدا وقبل ما يقتلوا المعلم اي بي مان بيمسكه ويضربه. وقبل عصابته ما تهجم عليهم وتقتلهم بيجي بوب وينقذهم. مرات المعلم اي بي مان بتتعب، ولما بتروح تكشف وتعمل تحاليل الدكتوره بتقول لها ان احتمال كبير يكون عندها ورم خبيث في معدتها. سانج بيدي تشونج فلوس وبيقول له روح اضرب المعلم تشين، فبيضطر انه يقبل لانه محتاج فلوس علشان يفتح مدرسه يعلم فيها الكونغ فو. فبيروح عنده المحل ويبدا قتال معاه وبيقدر انه يحطم كل حاجه موجوده ويدمره، بس مش بيقتله. وبيروح المعلم اي بي مان المستشفى ويطمن عليه. سانج وعصابته بيروحوا المدرسه وبيخطفوا ابن المعلم اي بي مان وبيخطفوا معاه ابن تشونج من غير ما يعرف ويهربوا بسرعه. وونج بتقول اي بي مان ان سانج وعصابته جم المدرسه وخطفوا ابنه واطفال تانية معاه علشان يضغطوا على المدير يبيع المدرسه. المعلم اي بي مان بياخد عصايته وبيروح لسانج علشان يجيب ابنه من هناك، فبيخرج وبيهددوا انه هيقتل ابنه وبيجبروا انه يركع على رجليه. وفي نفس الوقت بيروح تشونج وياخد ابنه ويمشي. كل العصابه بتهجم على المعلم اي بي مان بعدد كبير جدا وبيكون القتال عنيف جدا وبيحاولوا يخلصوا عليه بس مش بيقدروا. بعدها بيرجع تشونج وبينضم ليه وبيفضل يضرب في العصابه معاه. وبعد قتال عنيف جدا لفتره كبيره قوي بيقدروا ان هم يخلصوا على كل العصابه، وبتيجي الشرطه وبتقبض عليهم. وبياخد ابنه وبيرجع البيت ومراته بتكون غضبانه جدا وبتفضل تبكي، ووقتها بتقول له انها عملت تحاليل والدكتوره قالت لها انها عندها ورم خبيث. وفرانك بيشوف صوره اي بي مان في الجورنال ومكتوب فيها ان هو اللي حمى المدرسه من العصابه، وبيغضب جدا منه وعلشان كده بيكلف مقاتل هولندي قوي وبيقول له روح وخلص على اي بي مان. وفي يوم والمعلم مع مراته في الاسانسير بيدخل معاهم المقاتل الهولندي وبيبداوا قتال جوه الاسانسير، وبعدها بيخرجوا من الاسانسير وبيستمر القتال بينهم. وبيقدر في النهايه المعلم اي بي مان انه يخلص عليه. والعقيد بوب بيقول للمعلم اي بي مان ان فرانك عارف انك بتحمي المدرسه وعلشان كده بيبعت رجالته علشان يخلصوا عليك لانه عاوز يشتري المدرسه. فبيروح المعلم اي بي مان لفرانك وبيقول له انت عاوز ايه؟ فبيقول له عاوز اشتري المدرسه. وبيقول له هنبدا قتال دلوقتي، لو قدرت تصمد قدامي لمده 3 دقائق هلغي كل حاجه وهسيبك في حالك. وبيظبط 3 دقائق وبيبدا القتال بينهم وكل واحد فيهم بيسدد ضربات قويه للتاني، بس بيبان ان فرانك قوي جدا وعنيف في القتال. وبيستمر القتال بينهم وبيدمروا المكان ومفيش حد فيهم بيقدر يتغلب على التاني. وبتنتهي ال3 دقائق وبيمشي المعلم اي بي مان من عنده. تشونج بيروح يأجر مكان علشان يفتح فيه مدرسه لتعليم الكونغ فو، ووقتها بيشوف صوره المعلم اي بي مان في الجورنال ومكتوب فيها اقوى معلم للكونغ فو في الصين. وساعتها بيغضب جدا وبيقرر انه يتحداه علشان يثبت انه هو الاقوى. وبيتحدى تشونج كل معلمين الكونغ فو وبيقدر يغلبهم بسهوله
جدا وكل الجرايد بتتكلم عنه، وبيعمل مؤتمر صحفي وبيتحدى فيه المعلم اي بي مان في قتال علشان يثبت انه اقوى منه. في الوقت ده المعلم اي بي مان بيقضي كل الوقت مع مراته لانه عارف انها هتموت بعد وقت قليل جدا، ومش بيحب انه يضيع اي لحظه بعيد عنها، وبيقضوا ايام سعيده جدا مع بعض، وبيروح ويتعلم الرقص علشان يرقص معاها ويفرحها. والوقت ده بيحدد تشونج ميعاد قتال مع اي بي مان ويستنوه كتير جدا، ولكن للاسف المعلم اي بي مان مش بيحضر، وبيكون في الوقت ده موجود مع مراته بيرقص معاها وبيفرحها. وعلشان المعلم اي بي مان اتاخر عن القتال بيعلنوا فوز تشونج عليه، وفي نفس اليوم وهو بيرقص مع مراته بيغمى عليها وبتقع على الارض، وبياخدها يوديها المستشفى ويعتني بيها ايام كتير جدا. وفي يوم بتطلب منه انه يتصور معاها صوره تذكاريه، وبتصوروا صور كتير جدا، وبتطلب منه تشوفه وهو بيتدرب، فبيحقق لها امنيتها. وبعد كده بياخدها ويروح لمدرسه المعلم تشونج علشان يتحداه، وبيدور قتال عنيف جدا بينهم هما الاثنين، وكل واحد فيهم بيستخدم قوته ومهارته اللي اتعلمها في القتال. بس بيقدر المعلم اي بي مان انه يتغلب عليه ويديله درس عمره ما هينساه، وبيعترف وقتها تشونج انه اتغلب وان المعلم اي بي مان هو الافضل. وبتموت مراته بعدها بايام قليله جدا. ولحد هنا بينتهي الجزء الثالث من فيلم اي بي مان. بيبدا معانا الجزء الرابع والاخير من سلسله افلام المعلم اي بي مان، وبنشوف المعلم اي بي مان بيحضر ماتش للكاراتيه لتلميذه بروسلي في امريكا. وقتها المعلم اي بي مان بيفتكر اللي حصل قبل شهر فات قبل ما يجي امريكا، وبيكون عند الدكتور وبيقول له انت مصاب بالسرطان في الراس والرقبه بسبب التدخين. بعدها بيلي بيروح له المدرسه وبيقول له انا جاي من عند بروسلي، وبيديله تذكره علشان يحضر بطوله الكاراتيه في امريكا. بنشوف ابنه جين ماسك تلميذ وعمال يضرب فيه في المدرسه، والمدير بيستدعيه وبيقول له ان هم مضطرين يفصلوا ابنه لانه عنيف جدا. بيترجاه انه يديله فرصه تانية، لكن المدير بيرفض، وبيقابل بوب وبيقول له انا هسافر امريكا علشان اقدم لجين في مدرسه هناك، وانه محتاجه علشان ياخد باله منه لحد ما يرجع. بس جين بيتخانق مع ابوه وبيقول له انا بحب الكونغ فو ومش عاوز اسافر. وبيسافر المعلم اي بي مان امريكا وبيقابل غواي وبيقول له عاوز اخد خطاب توصيه علشان ابن جين يتقبل في المدرسه هنا في امريكا. فبيقول له هنروح نجيبه من الجمعيه الخيريه الصينيه. وبيوصلوا الجمعيه الخيريه الصينيه وبيطلب منهم خطاب توصيه، ولكن المعلم يوان بيقول له هديك الخطاب ولكن بشرط تمنع تلميذك بروسلي انه يدرب الامريكيين الكونغ فو الصيني. بس المعلم اي بي مان بيقول له انه موافق على كل حاجه بيعملها بروسلي، وبيسيبهم ويمشي. وبعدها بيسال غواي وبيقول له هل خطاب التوصيه مهم علشان اقدم في المدرسه ولا لا؟ فبيقول له بس بيقول له انا عندي اصدقاء ممكن يساعدونا علشان ابنك يتقبل من غير خطاب الجمعيه. وتاني يوم بيروحوا عند رايت علشان يكتب له جواب توصيه للمدرسه، ولكن رايت بيعتذر وبتاسف له، بيقول له انه مش هيقدر يديه خطاب توصيه لانه ما يعرفوش. وبنرجع للوقت الحاضر لاول مشهد وقفنا عنده، وبروسلي اول ما بيخلص الماتش بيحييه وبيكون مبسوط بوجوده. وبعدها بيقابل بروسلي في المطعم، وهناك بيعرفوا على هارت مان اللي بيكون ضابط في الجيش الامريكي. وقتها بييجوا مجموعه مقاتلين امريكان وبيتحدوا بروسلي في قتال، فبيخرج لهم بره وبيبدا قتال مع القائد بتاعهم. وبنشوف مهاره بروسلي العاليه جدا في القتال، وبضربات قويه وسريعه جدا للمقاتل اللي قدامه بيقدر ببساطه يخلص عليه. وبنشوف يونا بنت المعلم يوان، والمدربه بتختارها تكون قائد فريق الرقص، بس بيكي بتتضايق جدا لانها شايفه نفسها احسن منها. وقتها المعلم اي بي مان بيكون في المدرسه وبيقابل المديره وبيديها خطاب كتبه محامي، ولكن بترفضه وبتقول له لازم تجيب خطاب توصيه من الجمعيه الصينيه. بيكي بتخلي مجموعه من اصحابها يضربوا يونا، وفي الوقت ده اي بي مان بيشوفهم وهم بيضربوها، فبيروح لها بسرعه وبيفضل يضرب فيهم وبيخلص عليهم كلهم وبينقذها. وبيركبوا الاتوبيس مع بعض، ووقتها بيعرف انها بنت المعلم يوان، وبيقول لها انه جاي يقدم لابنه في المدرسه بس ابوها رفض يديه خطاب التوصيه. بتروح بيكي وتقول لامها البنت الصينيه ضربتني، وبيكون ابوها مسؤول الهجره، فبتكلمه امها وبتقول له لازم يجي حالا علشان يتصرف مع البنت الصينيه. والمعلم اي بي مان بيروح مع يونا البيت وبيقابل المعلم يوان اللي بيقول له ما تستغلش بنتي علشان اديك خطاب التوصيه. فبيقول له انا ما جيتش هنا علشان الخطاب، وبيسيبه ويمشي. وبنشوف هارت مان بيتدرب على آلة الكونغ فو الصيني، والكابتن بارتون بيقول له انه لازم يبعدها عن المعسكر، فبيقول له انها فعالة جدا ولازم يضمها للتدريبات. فبيقول له لو قدرت تهزم الكابتن كولن هسمح لك انك تحتفظ بيها. وبيبدأ القتال بين هارت مان وكولن، وبيقدر كولن انه يخلص
بيخلص على هارتمان بسهولة وكمان بسرعة، وبيقول له بارتون ان الكونغ فو الصيني سيء جدا وما ينفعش في اي حاجة، وبياخد الآلة الخشبية وبيحرقها قدامه. وبيوصل اندرو وبيسأل بيكي مين اللي عمل فيكي كده، فبتقول له يونا بنت رئيس الجمعية الصينية، فبيقرر انه ينتقم من ابوها. هارتمان بيروح للقائد وبيقدر يقنعه انه يدمج الكونغ فو الصيني مع التدريبات العسكرية الامريكية، والقائد بيقول لبارتون انه هيدمج الكونغ فو مع الكاراتيه الامريكي في التدريبات. فبيروح بارتون لكولن وبيقول له عاوزك تثبت ان الكاراتيه افضل من الكونغ فو الصيني، ويروح يخلص على المقاتلين الصينيين. وبيروح اندرو في الوقت ده عند المعلم يوان وبيقول له عندي معلومات انك مخبي مهاجرين صينيين غير شرعيين وبيقبضوا عليه. بيروح كولن المهرجان الصيني وبيتحدى كل معلمين الكونغ فو وبيستهزأ بيهم، فبيتحدى المعلم ليو فبيخلص عليه بضربة واحدة، وبيتحداه كل المعلمين وبيقدر يخلص عليهم كلهم بسهولة. بس في النهاية بينزل له المعلم اي بي مان وبيكون القتال بينهم عنيف جدا، وبيقدر انه يخلص على كولن ويحطمه ويدمره بكل سهولة. السيد شونج بيروح لاي بي مان وبيقول له انه ضباط الهجرة اعتقلوا المعلم يوان. وقتها بنشوف اندرو بيحقق مع يوان وبيقول له انه هيقبض على كل الصينيين وهيدمر الجمعية الصينية وهيختفوا للابد. بيروح بارتون المستشفى وبيشوف كولن وهو متدمر، وبيعرف ان واحد من معلمين الكونغ فو الصيني هو اللي يعمل فيه كده، وبيقرر انه ينتقم منهم. وبيروح الجمعية الصينية وبيضرب كل المعلمين اللي هناك وبيدمرهم كلهم وبيخلص عليهم. وبعدها بيروح عند المعلم يوان وبيقول له انا خلصت على كل معلمين الكونغ فو ومفيش غيرك انت اللي فاضل، ولو عاوز كل القصة دي تخلص لازم تتحداني في قتال. بيوافق المعلم يوان على القتال وبيروح القاعدة العسكرية وبيبدأ قتال مع بارتون. والمعلم يوان بيسيطر في الأول وبيضربه ضربات قوية جدا ويرميه على الأرض، ولكن بيقوم مرة تانية وبيفضل يضرب المعلم يوان ضربات قوية جدا ومؤلمة وبيقدر يخلص عليه ويهزمه. بعدها بيتصل هارتمان وبيقول لهم ان المعلم يوان دخل في قتال مع بارتون ودمره وهو دلوقتي في المستشفى. بنشوف المعلم يوان في المستشفى ومع بنته والمعلم اي بي مان. بيروح المعلم اي بي مان وبيتصل بصديقه وبيقول له انا عندي سرطان وعاوز اكلم ابن جين، وفعلا بيكلمه وبيفضل ابنه يبكي لانه اخر مرة اتخانق معاه وزعله جدا. وبيقرر المعلم اي بي مان انه يتحدى بارتون في قتال، وبيروح مع هارتمان القاعدة العسكرية وبيطلب انه يقاتل العقيد بارتون ومش بيتردد لحظة وبيوافق على طول. بيبدأ القتال وفي البداية بيقدر بارتون انه يسيطر على الماتش ويضرب المعلم ضربات قوية جدا وبيرميه على الارض، بس بيقوم تاني وبيستمر القتال وبيقدر يصيب بارتون اصابات خطيرة جدا ويضربه في اماكن مركزة وضربات قوية جدا ومدمرة وبيخلص عليه ويهزمه. بعدها بيقابل المعلم يوان وبيديه خطاب توصية وبيقول له مستنيك تيجي انت وابنك، وبيرجع الصين وبيوعده ابنه انه هيدربه ويخليه مقاتل قوي جدا زي ما هو عاوز، وبيطلب منه انه يصوره وهو بيتدرب لاخر مرة. وهنا بينتهي الجزء الرابع من سلسلة افلام المعلم اي بي مان افضل معلمين الكونغ فو الصيني، وبكده نكون قدمنا الاربع اجزاء. نتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معانا. استنونا في فيلم جديد. سلام.